السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني. طبعا في بداية الفيديو كالمعتاد ان احنا بنصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة، بفكر نفسي قبل ما افكركم بان احنا ندعي لاهلنا واخواتنا في فلسطين، ربنا يسترهم وينصرهم ويكبر بخاطرهم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى جايين ندردش مع بعض في بعض الافكار اللي ابتدت او ما زالت لحد وقتنا الحالي منتشرة في بعض المجتمعات اللي عندنا في مصر. بعض الافكار رغم ان احنا وصلنا للقرن ال21 لسه بعض المجتمعات ماسكة في الافكار دي. هنناقش النهارده مع بعض كام فكرة كده ونشوف رأيكم فيها ايه. بس كالمعتاد الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. انا هقول رأيي وكل واحد طبعا من حقه ان هو يقول رأيه وكل واحد ويشوف ايه اللي يليق عليه. اول فكرة هتكلم عليها او اول حاجة لسه موجودة عندنا في المجتمعات، في بعض المجتمعات بتاعتنا، ان البنت مجرد ما توصل لسن ال30 لو ما جالهاش نصيبها لازم تتجوز جوازات صالونات. تعالوا كده بقى نمسك كده الجملة دهيت او الفكرة اللي انا بتكلم عليها دهيت ونبسطها ونفصصها. البنت لو وصلت لسن ال30 وما اتجوزتش، الوسيلة الوحيدة، الطريقة الوحيدة اللي قدامها تتجوز جواز صالونات. قبل ما نتكلم كده، هو الجملة دي فيها قسوة، فيها حزن، فيها حكم جامد جدا عن البنت، وفي نفس الوقت هي جملة تحس ان هي نكتة، حاجة فكاهية، حاجة كوميدي كده. ليه؟ الجملة دي قسمت الحياة بتاعت البنت لمرحلتين: المرحلة الأولى قبل سن ال30 والمرحلة التانية بعد سن ال30. المرحلة الأولى اللي هي قبل سن ال30 اللي هي بنقول إيه، ندلع بقى فيها البنت، انتي ليكي مطلق الحرية تختاري وتحبي وتتحبي وهكذا، وقدامك بقى العرسان كتير، اختاري زي ما انت عايزة. دي المرحلة الأولانية. المرحلة التانية اللي هي سن ال30 وما بعد سن ال30، دي بقى المرحلة ده كل ده ولسه ما اتجوزتيش. ده بعض الناس طبعا وقلة اللي بيبصوا الكلام ده، لحد دلوقتي لسه ما اتجوزتيش، لحد دلوقتي لسه ما جالكيش النصيب، لحد دلوقتي لسه ما جالكيش عدلك، الكلام ده كله. فتبتدي بقى بعض الاهالي تقلق، فتقرر لا، انا بنتي وصلت لل30 فكده بقت اكسباير، حاجه منتهيه الصلاحيه، زي ما بيعملوا في المحلات اللي هم بقى يبتدوا بقى يعرضوها بقى في الاسواق، يعرضوها في الفاترينا علشان يجي لها نصيبها او عشان البضاعه دي تتباع. هنا بقى جواز الصالونات. انا كمنال، جواز الصالونات ما بقولش عليه ان هو حاجه عيب او حاجه غلط او الكلام ده كله، لا بالعكس، في جوازات كتيره جدا عن طريق جواز الصالونات كويسه ومستمره وما شاء الله اسره جميله والكلام ده كله. انا بس بعيب على جواز الصالونات في حاجه واحده بس، ان يكون تكون البنت ما تعرفش. جواز الصالونات ده عشان يتم حقيقي ويكون صح لازم الطرفين يكونوا عارفين احنا هنتقابل، ولازم كل طرف يبقى عارف عن الطرف التاني حاجات مهمة جدا: المستوى التعليمي والثقافي بتاعه، المستوى الاجتماعي بتاعه، بيشتغل ايه، بيحب ايه، ما بيحبش ايه. هي برضو المستوى التعليمي الثقافي الاجتماعي بتشتغل، طب ايه مميزاتها، ايه عيوبها. هو طبعا مش هيبقى عارف كل حاجة، بس في حاجات أساسية لازم الطرفين يعرفوها. ومن هنا لما الاتنين بيعرفوا صفات بعض، طباع بعض، وهم لسه ما تقابلوش، لو لقينا ان الصفات بتاعتهم دي كويسه متلائمه مع بعض، ينزلوا ويتقابلوا عند الاهل، عند الخال الخاله العم، الكلام ده كله، يتقابلوا عند الصحاب، يتقابلوا ويقعدوا مع بعضهم، وتحصل القعده مره واتنين وتلاته، حسوا انه الحمد لله في وفاق، وان شاء الله تبقى الاسره بتاعتهم تبقى اسره جميله ومتماسكه، خير وبركه. لكن انا بعيب على جواز الصالونات ان هما العريس بيبقى عارف والعروسه هي اللي بتتشت، انها تقعد تتفاجئ ان فلان جاي يشوفها بضاعه. طب ما تدوها الحريه تقول او لا، طب ما تدوها حتى معرفه سابقه عن الشخص اللي هي هتتجوزه ده هو او هترتبط بيه. فده الحاجه العيب اللي انا بقوله على عيب الصالونات، ان الطرفين لازم يعرفوا بعض، لازم يعرفوا حاجات مهمه عن بعض.
يعرفوا زي ما بقول لك كده المستوى الثقافي الاجتماعي المادي وهكذا. خلاص، وتتم بقى من هنا جوازة الصالونات وتبقى كويسة. وهنا برضو ممكن تظهر مشكلة برضو لما الاتنين يتقابلوا في جواز الصالونات، لو لا قدر الله ما حصلش مثلا وفاق، ان مثلا العريس شاف ان العروسة ملائمة ليه والكلام ده كله، وان هي دي اللي هتبقى الزوجة الكويسة ليه، والعروسة شايفة العكس، لا انا مش شايفة ان ده هيبقى الزوج بتاعي، لا ده مش ملائم ليا الكلام ده كله. هنا بقى برضو تظهر مقولة جديدة، المقولة اللي هي بتقولك خدي اللي يحبك وما تاخديش اللي بتحبيه. بيتهيألي اللي قال المقولة ده كان إنسان شخص تعيس في حياته، حتة إنه يقول خدي اللي يحبك وما تاخديش اللي تحبيه، ده شخص تعيس، فقرر يقول الجملة ديت وإن الناس كلها تطبقها. إزاي حد ياخد حد هو ما بيحبوش؟ انتي نقول أبسط الحاجة، احنا الواحد فينا لما بيجي مثلا ينزل يجيب لبس فبيقول انا حابب اللبس ده، انا عايز اللبس ده مش عايز اللبس ده، انا بحب الاكله دي ما بحبش الاكله دي، انا بحب الناس دي ما بحبش الحب. فانت ازاي طالب من شخصين طرف فيهم رافض التاني ان هو يرتبط بيه، فتقول له لا بس ده بيحبك فخد اللي بيحبك وما تاخدش اللي انت بتحبه؟ ايه مستوى التعاسه ده هي؟ طب تعتقد ان الشخص اللي هو ما بيحبش الشخص ده هيقدر يسعده بالرغم ان التاني بيبذل اقصى جهده عشان بيحبه؟ طب اللي ما بيحبش هيقدر يسعده؟ لا، هتبقى برضو الشخصية دهيت مش قادرة تسعد الشخص لانها ما كانتش حباه. الحياة هتبقى تعيسة قوي وبؤسة قوي. تعالوا كده نضرب مثل، ام عندها ولد وبنت، هتقول لي بنتها خدي اللي يحبك وما تاخديش اللي تحبيه، طب هتقول نفس الجملة دي ابنها هتقول خد اللي انت بتحبها وما تاخدش اللي هي بتحبك؟ اكيد لا. فاللي مش هينفع لابننا مش هينفع لبنتنا، ما ينفعش نقول الجملة دي خالص. الحب ده حاجة مهمة جدا، الحب ده بيأثر في حياتنا، عنصر مؤثر جدا في حياتنا. احنا اي قرار بناخده عن طريق العقل، عن طريق المنطق، عن طريق القلب، لازم التلاتة. ما ينفعش اخد قرار من غير ما احط التلاتة دول فيهم. فالجملة دي صدقوني اللي قالها كان شخص تعيس جدا او شخصية تعيسة جدا، فحبيت ان هي تقول لنا بالمقولة دهيت. برضو في مقولة تانية هتظهر لها، يعني جواز الصالونات اللي بعد ال30 دهيت قدامك جواز صالونات، قدامك خدي اللي يحبك وما تاخديش اللي بتحبيه. المقولة التالتة بقى هيقولوا لها ايه؟ ظل راجل ولا ظل حيطة. جملة قاسية قوي بجد والله، ايه القساوة في الجمل دي كلها؟ يعني ايه ظل راجل ولا ظل حيطة؟ يعني مثلوا البنت اللي هي لسه ما اتجوزتش ان هي قاعده او واقفه في الشارع في عز الحر، الشمس واقفه، مش واقفه تحت شجره تضلل عليها او حاجه شمسيه تضلل عليها، فواقفه في عز الحر الشمس ضاربه فيها في دماغها والكلام ده كله. ليه؟ عشان انت مش واقفه تحت حاجه تبعد عنك الشمس ده. مثلوها لها بقى بظل راجل او ظل حيطه. يعني ايه الجمله دي؟ يعني ايه؟ الظل مش لازم يكون الزوج، الظل ده ممكن يكون حاجات كتير جدا. الظل للبنت أسرتها، أبوها أمها أختها أخواتها وهكذا. الظل ده ممكن يكونوا أصحابها أهلها. الظل ده ممكن تكون البنت ذات نفسها لنفسها، هي مش محتاجة ظل ليها، هي تقدر تضلل على نفسها وتقدر تحمي نفسها وهكذا. اللي أنا عايزة أقوله في الآخر إن الجواز ده عملية اسم ونصيب، كل واحد ليه نصيبه وكل واحد ليه اسمته. مفيش حد يقدر يعمل خطة، مفيش حد يحط هدف انا هتجوز دلوقتي، انا هتجوز الشخص الفلاني، انا هعمل كذا وتحصل. لازم نحط في دماغنا كلنا الجواز يا ولادي في الاخر اسمه ونصيب. الحب نصيب والجواز قدر، الحب نصيب والجواز قدر، والقدر مفيهوش لا شروط ولا خطة ولا حسابات ولا اي حاجة. مفيش جدول زمني للجواز ومفيش قاعدة ثابتة للجواز، ومش لازم كلنا نبقى هدفنا حاجة واحدة أو طبعنا حاجة واحدة. اللي في الآخر بس لازم نعرفه إن مسير كل بنت وكل ولد إن هما يتجوزوا، بس هي العملية عملية اسمة ونصيب. دي بعض المقولات اللي حبيت أدردش معاكم فيها،
وبعض الاخطاء اللي هي البعض متمسك بيها والحمد لله، ودول قله، والاكتريه لا، ما بيعترفوش بحاجه زي كده. البنت نصيبها بيجي لها، الراجل نصيبه بيجي له. كلنا لازم نؤمن بالحاجات ديت. مفيش حاجه اسمها ظل راجل ولا ظل حيطه. مفيش حاجه اسمها خدي اللي يحبك وما تاخديش اللي تحبيه. مفيش حاجه اسمها ان البنت بقى مجرد ما عدت سن ال30 بقت اكسبايرد ولازم نشوف طريقه ان احنا نجوزها. لا، البنات نصيبهم بيجي لهم، والبنات ما شاء الله ما فيش بنت ما بتتجوزش، ولو ما بتتجوزش دي نتيجة اختيارها هي اللي فضلت ان هي تعمل حاجة زي كده. فبلاش المقولات بتاعت خالتي وخالتك، الافكار اللي هي قديمة. احنا وصلنا للقرن ال21، والبنت دلوقتي ما شاء الله عليها من غير ما تتجوز وصلت لمناصب كبيرة، ومن غير ما تتجوز وصلت لأعلى المراتب. فرفقا شوية ببناتنا، ورفقا شوية بان احنا نستعجل لهم اي حاجة. شكرا يا حبايبي، وان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية هنتناقش في حاجات جديدة وحاجات حلوة. شكرا لاستماعكم. السلام عليكم.